بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. لا إله إلا الله. 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 كما نتنبه بشكر جزيل إلى جميع شيوخ العشائر ووجهائها ممن تفضلوا على السفر من خارج العراق ومن داخله من محافظاتها الشمالية ومحافظاتها الغربية ومحافظاتها الرصاص ومحافظاتها الجنوب، والشكر كل الشكر إلى منتسبي الرئاسة الدينية ومنتسبي وزارة الداخلية الذين بشروا الاتحادية الذين نملأ بلدا حسنا بالحفاظ على أرواحهم وضيهم والسهر على سلامتهم وعلى راحتهم، سائلين المولى عز وجل أن يحكم الجميع بحبه وأن يغلبنا في أعمالكم، ونتوجه إلى الله أن تكون هذه مناسبة وحدة وأخوة ومناسبة إحراج لكافة النزاعات والخلافات والنتنات أحبتي. تحيا القلوب على الأذى فكلنا في خير هذه الأذهاب. وقد قال شاعر الجاهلي: تأبى الحسني يجتمعن تنسرا وإذا أردنا تنسرت راحات. الشيخ الواحد
الشيخ بن عبد الصالح كان مثالا للعراقيين المخلوفين الحريص على وحدة بلده والحريص على السعي في صلاح ذات البيت حتى أخذت هذه الأمور مأخذها عنه سويا وأنهدت ولم يتماعز ولم يتماهل حتى في أشد حالات ومرضه، فكان لا بين المحافظات للإصلاح بين العشائر وبين الإخوة، وهو مصداق لحديث رسول الله ووصيته: عليكم بنبل أموركم وصلاح ذات بينكم. أحبائي رجل عليكم الكلام نتوجه بالأمور الأخرى بالشرف الجزيل، أفرادا ومنتسبين مسؤولين ومشايخ وسادة الخلفاء، وكذلك نشكر أفراد قبيلة بني كعب صغارهم وكبارهم شيوخهم وجهالهم، وإلى ذلك وقت عز وشرف وأخوة بمصابنا هذا، ونسأل من الله أن نعيدها عليكم بمناسبة أفراحكم، وأن يحفظ الجميع بحفظه، وأن يحفظ بلدنا الغالي عز وجل برحمته. وآخر دعوانا الحمد لله وله الحمد في الأول والآخر. بقي شيء هذا اليوم هو ختام أيام الفاتحة، وقد اعتبر اليوم على الفاتحة، فجزاكم الله خير الجزاء، وإلى وجه الله تعالى وشرف ربي والعلم الأطهار، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات، السادة العلماء الشهداء والدينا ووالدي من حضروا أجمعين، مخصوصة الرهبان إلى روح فريد الغالي نهدي ولولد الثواب الفاتحة معطرة بالصلاة على محمد وآل محمد.